كانت ريم تعرف كيف تعطي، كيف تساند، كيف تكون أول من يسارع إلى الإصغاء، كيف تنقذ الآخرين من لحظات الانهيار دون أن تنتظر منهم شيئا، كيف تنير غرفة بأبسط الكلمات في أشد اللحظات عتمة. لكنها رغم كل ذلك لم تكن تعرف كيف تتلقى. لم تعتد أن تكون الطرف الذي يحتضن حين يتعب، ولا الطرف الذي يبكى أمامه، ولا الطرف الذي يختار حين تفرض المفاضلة، بل كانت دائما موجودة كظل ناعم، لا يزاحم الضوء ولا يطالب بالمساحة. وهكذا حين بدأ رائد يبدي اهتمامه بها لم تصدق، لا لأنها لم تره صادقا، بل لأنها ببساطة لم تعتد أن يكون الاهتمام موجها لها دون مقابل. لم تعتد أن تكون هي المختارة، لا البديلة، ولم تر في نفسها تلك التي قد يقع أحدهم في حبها دون سبب واضح، دون حاجة، دون طمع في شيء. كانت تراه رجلا مختلفا، لا يشبه من عرفتهم قبله، هادئا دون ملل، حاضرا دون إلحاح، صادقا دون أن يغرقها بالكلام، حنونا في التفاصيل الصغيرة، متزنا في انفعالاته، لا يرفع صوته، لا يتحدث عن نفسه كثيرا، لكنه حين يتحدث إليها يجعلها تشعر أن العالم كله يصمت ليستمع معها. ومع ذلك بقيت مسافة، لا بينهما بل داخلها. لم تكن ترفضه، لكنها كانت ترفض الفكرة أن هناك من قد يحبها بهذا الشكل، بهذا العمق، بهذا الثبات الذي لا يتزحزح رغم كل محاولاتها أن تقنعه، دون أن تدرك بأنها لا تستحق. كانت تقول له: أنا صعبة. وكان يرد بابتسامة: أنا مش مستعجل. تقول: أنا ما بعرف أفتح قلبي. فيقول: كفاية تخليني أقرب منه شوا. تبر برودها، شرودها، انغلاقها، في حين أنه لا يطلب تفسيرا، لا يطالب بأكثر مما تمنحه، فقط يبقي نفسه في الدائرة، كما لو أن وجوده لا يعتمد على ما تأخذه منه، بل على ما يشعر به حقا. لكنها مع كل ذلك بقيت خائفة، خائفة أن تتعلق، أن تعتمد عليه، أن تترك نفسها ترتاح، ثم يخيبها كما فعل كثيرون قبله، لا بالخيانة، بل بالانسحاب الصامت، بالخذلان غير المعلن، بالتخلي دون وداع. ثم جاءت تلك المرحلة، تلك الفترة التي تختبر فيها العلاقات بجد، حين تكثر المشاكل، حين تتعقد الظروف، حين يبتعد البعض لأن وجودك أصبح عبئا لا مكسبا، حين تشعر أن كل من حولك يضيق بك، أو ينسحب بحجة الانشغال، أو لا يجيب على الرسائل كما كان يفعل دائما. وخلال تلك الأيام أدركت ريم شيئا لم تكن تتوقعه، أن الأشخاص الذين ظنت أنهم الأقرب، الذين منحتهم أكثر مما منحت نفسها، كانوا أول من اختفوا حين احتاجت إلى مجرد وجود. أما هو رائد الذي لم تطلب منه يوما أن يبقى، كان الوحيد الذي لم يذهب. كانت ريم تعرف كيف تعطي، كيف تساند، كيف تكون أول من يسارع إلى الإصغاء، كيف تنقذ الآخرين من لحظات الانهيار دون أن تنتظر منهم شيئا، كيف تنير غرفة بأبسط الكلمات في أشد اللحظات عتمة. لكنها رغم كل ذلك لم تكن تعرف كيف تتلقى. لم تعتد أن تكون الطرف الذي يحتضن حين يتعب، ولا الطرف الذي يبكى أمامه، ولا الطرف الذي يختار حين تفرض المفاضلة، بل كانت دائما موجودة كظل ناعم، لا يزاحم الضوء ولا يطالب بالمساحة. وهكذا حين بدأ رائد يبدي اهتمامه بها لم تصدق، لا لأنها لم تره صادقا، بل لأنها ببساطة لم تعتد أن يكون الاهتمام موجها لها دون مقابل. لم تعتد أن تكون هي المختارة،
لا البديلة. ولم تر في نفسها تلك التي قد يقع أحدهم في حبها دون سبب واضح، دون حاجة، دون طمع في شيء. كانت تراه رجلا مختلفا، لا يشبه من عرفتهم قبله. هادئا دون ملل، حاضرا دون إلحاح، صادقا دون أن يغرقها بالكلام، حنونا في التفاصيل الصغيرة، متزنا في انفعالاته، لا يرفع صوته، لا يتحدث عن نفسه كثيرا، لكنه حين يتحدث إليها يجعلها تشعر أن العالم كله يصمت ليستمع معها. ومع ذلك بقيت مسافة، لا بينهما بل داخلها. لم تكن ترفضه، لكنها كانت ترفض الفكرة أن هناك من قد يحبها بهذا الشكل، بهذا العمق، بهذا الثبات الذي لا يتزحزح رغم كل محاولاتها أن تقنعه، دون أن تدرك بأنها لا تستحق. كانت تقول له: أنا صعبة. وكان يرد بابتسامة: أنا مش مستعجل. تقول: أنا ما بعرف أفتح قلبي. فيقول: كفاية تخليني أقرب منه شوا. تبر برودها، شرودها، انغلاقها، في حين أنه لا يطلب تفسيرا، لا يطالب بأكثر مما تمنحه، فقط يبقي نفسه في الدائرة، كما لو أن وجوده لا يعتمد على ما تأخذه منه، بل على ما يشعر به حقا. لكنها مع كل ذلك بقيت خائفة. خائفة أن تتعلق، أن تعتمد عليه، أن تترك نفسها ترتاح، ثم يخيبها كما فعل كثيرون قبله، لا بالخيانة، بل بالانسحاب الصامت، بالخذلان غير المعلن، بالتخلي دون وداع. ثم جاءت تلك المرحلة، تلك الفترة التي تختبر فيها العلاقات بجد، حين تكثر المشاكل، حين تتعقد الظروف، حين يبتعد البعض لأن وجودك أصبح عبئا لا مكسبا، حين تشعر أن كل من حولك يضيق بك، أو ينسحب بحجة الانشغال، أو لا يجيب على الرسائل كما كان يفعل دائما. وخلال تلك الأيام أدركت ريم شيئا لم تكن تتوقعه، أن الأشخاص الذين ظنت أنهم الأقرب، الذين منحتهم أكثر مما منحت نفسها، كانوا أول من اختفوا حين احتاجت إلى مجرد وجود. أما هو رائد، الذي لم تطلب منه يوما أن يبقى، كان الوحيد الذي لم يذهب،